جينا بقى على حته جديده في ناس كتيره جدا ممكن ما تكونش عارفينها، واتوقع ان مفيش ناس عارفاها كتير، لان الحاجات اللي هي بتتشهر عندنا بتبقى حاجات معلومه كده، يقول لك كذا كذا كذا. انما مثلا لو تسمعوا قبل كده عن حته اسمها داليان موجوده هنا في تركيا. احنا طلعنا من مرمريس من حوالي ساعه ونص، رحنا على زي مثلا ممكن نقول جزيره، حاجه ليها علاقه بالبحر. احنا دلوقتي بنخلص البحر، رحنا جايين على المكان ده. طب المكان ده اتشهر امتى بالظبط؟ اتشهر بالظبط سنه 1987. انتوا متخيلين في القصص بتاعت الفيديوهات اللي فاتت دايما اخدكم مثلا ايه بقى، اللي مش عارف الامبراطوريه الايه، للدوله الايه، اللي مش عارف كذا، لا جبت لكم تاريخ قريب والله العظيم المره دي. ليه بقى حصل ايه 1987 اللي عشان كده اتشهرت بيها المكان ده؟ ان في مطورين عقاريين جم قالوا ان هم عايزين يعملوا منتجع كبير جدا هنا في تركيا، ولكن كان مكتوب على المنطقه دي ان هي فيها السلاحف اللي هي راسها كبيره بتكون نادره كمان. جم بقى في سنه 1988 قرروا ان ما حدش يلمس المنطقه دي خالص وخلوها محميه طبيعيه. المهم ان وسط جبال اصلا المنطقه دي هتلاقي في مقابر بترجع للقرن الثاني والقرن الثالث والرابع قبل الميلاد، معموله لمين؟ معموله للنبلاء الاغريقيين. وزي ما اتعودنا اسيبكم في اخر الفيديو بعد ما نسمع القصه نشوف بقى المناظر اللي موجوده هنا فيها. يلا اسيبكم مع الفيديوهات بتاعت المكان. نسيت اقول لكم استنوا، رجعت لكم تاني. شفتوا انتوا في اخر الفيديو خالص كان في حاجه زي حمام سباحه كده كله طين؟ هم هنا بيجوا يستحموا بالطين او الطمي، ما اعرفش بقى فايدتهم، اقروا عنها يعني.